السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ ايه رأيكم في الديك الرومي اللي قدامكم دوت؟ ديك رومي معتبر. عايزة اقول لكم ده مش ديك رومي، دي فرخة بقى. بصوا، مقلبظة كده، مقلبظة حبتين. تعالوا نبدأ الفيديو ونشوف انا عملت الديك الرومي، لا قصدي الفرخة عملتها ازاي. بصوا، وانا جبت اول حاجة الفرخة بتاعتي، ركزوا معايا في التكات اللي هقولها. جبت الفرخة نقعتها بالمحلول الملح اللي هو عبارة عن ملح وليمون وسكر، وسبتها قيمة ربع ساعة او ساعة بالكتير. بعد كده جبتها غسلتها وجبت معلقتين من الطحينة، وتفضلي تدعكي تدعكي كده وتسيبها قيمة ربع ساعة. بعد كده هتقومي جايباها وغسليها كويس جدا ومصفياه. لازم نصفيها من المية تماما. بعد كده هنقوم جايبينها، واقوم اقعد انشف انشف انشف. لازم تنشفي بره وجوه بره وجوه بالمناديل، وتأكدي ان الفرخة كلها نظيفة وناشفة. بعد كده جبت الرز بتاعي. طبعا انا ما رضيتش اصور لانه رز احنا عارفينه. بصلايه هنحمرها هنصفرها، ننزل عليها بكوبايه من الرز، ونحط عليها فلفل اسود والملح وفص من الثوم المهروس، وتقلبي وتنزلي عليها بنص كوبايه من الميه. اول ما يتشرب تطفي على طول، لان احنا عايزين الرز يبقى ني، مش مستوي ولا ني ولا مستوي. سبت الرز يبرد تماما، ما ينفعش اكبر غلط يا جماعه نحط الرز سخن والفرخه تبقى ساقعه. لا، نصبر لما الرز يبقى سخن بارد خالص. ونمسك بقى الفرخه بتاعتي قبل ما احشيها. جبت معايا حته من الزبده الصفرا سيحتها، وامسكي بقى الفرخه بتاعتك دعك 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 قولوا معايا بالزبده والملح والفلفل الاسود. يبقى هنحط الزبده على البوتاجاز هنحطها، ونقوم مسيحينها ونحط على حبه ملح وفلفل، وتقومي ماسكه دعكه بيها الفرخه من بره ومن جوه. وبعد كده هتجيبي الفرخه بتاعتك زي ما انت شايفه، وتحشي جوانب وتحشي بطن وتحشي كل حاجه. في اخر الفيديو وانتوا في اول الفيديو شفتوا مفيش حاجه فرقعت، قلت لك الفراخ بتفرقع، لا مفيش الكلام ده خالص خالص. واول بعد كده بتجيبي الرقبه وتفضلي تمطيها تمطيها عشان ما تبقاش متكوكه كده، لا تمطي كده الرقبه معاكي لفوق. كان عندي صلصه، قمت جايباها وهفضل ادعكها ادعكها الدعكه التمام مع معلقتين من الزبده، وهي تدعكي جامد. اهم حاجه تتاكدي ان الفرخه كده دخلت لها كل الحاجه بتاعتك. جبت فلفل وجبت فلفل وبصلايه وطماطمايه، وعليهم رشه من الفلفل الاسود كده وملح. وهنحطها بقى في الكيس الحراري يا حلوين، اللي بموت فيه كده، اختراعه عشاني انا. وهنمسكها، وطبعا هو بيبقى جاي معايا اللي بنربط بيه دوت. وطبعا انا قايده الفرن قبلها بنص ساعه. عايزه اقول لكم قسما بالله الريحه، انت بتقلب الريحه بتاعت البيت بطريقه بشعه. طبعا جبت خله، وهتقعدي تخرمي 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 كده عشان الكيسه ما تجيلهاش انتفاخات في الفرن. لو انتوا معايا صلوا على النبي لحد دلوقتي عليه الصلاه والسلام. شايفين شايفين؟ احشيها بره وجوه، ما تخليش في نفسك حاجه اصلا، وهتتفرجي مفيش حاجه فرقعت. بصوا، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا الفرخه، بصوا الجمال. الفرخه بقى عايزه اقول لكم الفرخه كانت دايبه دوب، دايبه 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 دوب. بصوا الجمال عدى الكلام يا جماعه، الجمال عدى الكلام. الفرخه كانت جميله، كانت دايبه وبتاكليها كده، طعم الزبده كده فيها، والبصله والثوم، الفص الثوم اللي احنا حاطينه كده. كانت حكايه حكايه حكايه. جربوها هتعجبكم جدا. اهم حاجه الخطوات اللي قلت عليها في التنظيف بتاعها. وبعد كده حته الفرخه لما تجيبي، تمشوا بس على الخطوات. واهم حاجه الزبده مع الفلفل الاسود والملح، وتدعكوها كده وتعملوا لها مساج، وتحشوها من جميع النواحي. شفتوا في حاجه فرقعت؟ في حاجه طلعت؟ بصوا انا بوريكم اهو، بصوا الجلد اهو، في حاجه من الجلد طلعت؟ مفيش الكلام ده. اعملي وتوكلي على ربنا، واوعي تنسي الطحينه اللي هتدعكي فيها. الفيديو بقى لو عجبك ما تنسينيش بقى في اللايك والشير، واشوفك في فيديو جديد من منوعات سالي صلاح. مع السلامه.